الحلقة التامنة والأخيرة من الموسم التاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون نازلة يوم الاثنين اللي جاي، والنهارده نزل لها تريلر. أنا بصراحة متحمس للحلقة دي جدا، وحاسس إن الموسم ده كله بيمهد للحلقة دي. حاسس إن هيحصل أكتر من حرب، أو هيحصل حرب واحدة كبيرة. التريلر بيقولوا إن هي جامدة قوي. أنا طبعا ما شفتش التريلر ولا مرة، ودي هتبقى أول مرة أشوف التريلر معاكم. They brought us the war is here, and now the blood will flow. The High House are marching. My ships sail at your command. If we are going to face their dragons, we will need the cannibal. I mean to fight this war and win it. You must crush this beast at its head. It sends this war's end. Sure, now it's prevail. Not like this. We must break the will of our enemy and end this war. أوف يا جماعة، التريلر ده جامد قوي قوي. مبدئيا كده حرفيا بيظهر حاجات كتير في الحلقة اللي جاية. حلو قوي، وتقريبا كده يعني من نظرة أولانية هيكون الحرب ما بين ايموند وديمون، وهيكون ابن كولوس اللي هو غير شرعي هيكون برضه في الحرب ده بطريقة أو بأخرى. أنا بصراحة متحمس قوي للحلقة دي، يعني حرفيا مش عارف ازاي هستنى لحد يوم الاثنين اللي جاي. أنا نفسي تنزل بسرعة. المهم تعالوا دلوقتي نفصص التريلر ونشوف أهم الحاجات اللي فيها. أول مشهد ده يا جماعة بيبين إن رانيرا هتسوق فوق ويستروس، معنى كده إن هي هتبقى فوق المدينة اللي فيها ايموند وفيها أليسنت وفيها الأحداث كلها. فده بصراحة متحمس له قوي، وعايز أعرف ده معناه إن هيكون في حرب ولا إيه. المشهد ده يا جماعة جامد قوي. المشهد اللي ايموند بيبص فيه على تنين بيطلع نور زرقاء أو خضراء من بقه. المشهد ده جامد قوي، وهيضيف كتير في المسلسل عشان حاسس إن هو تنين مختلف عن اللي إحنا عارفينه، مختلف عن فيرمسور، مختلف عن فيجور، مختلف عن دايندي. فهل ايموند هيقدر إن هو يتحكم في التنين ده؟ بصراحة أنا مش قادر أحدد، بس متحمس قوي أعرف الجانب ده. ده أكتر حاجة تقريبا متحمس لها في المسلسل. ديمون هيكون فيه ليه دور في الحلقة دي. أتمنى من كل قلبي إن ما يكونش دوره في هارين هول زي الموسم كله، عشان حرفيا الموسم كله كان دوره يعني ما كانش حلو خالص بصراحة. فأتمنى يكون دوره أكبر من كده، وهيحكم بالإعدام على حد، فمش عارفين مين. المشهد برضو بتاع التنين ده تقريبا يعني ده نفس المشهد بتاع الحلقة اللي فاتت، بتاع الحلقة السابعة، اللي هو بتاع فيرمسور وهو بيقتل الناس اللي بتحاول إن هي تركبه وهكذا. فمش عارف ليه جايبينه في الحلقة دي، ولا ده مشهد مختلف. أتمنى يكون مشهد مختلف. آخر مشهد في التريلر ده يا جماعة هو أكتر حاجة محمساني حرفيا. في التنين بتاع ديمون والتنين بتاع ايمون. ده معناه ان هيكون في حرب بين الاثنين. انا بصراحة مش عارف، اتمنى من كل قلبي ان ده يحصل. حرفيا هتبقى حلقة فشيخة، هتبقى اجمد حلقة في المواسم كلها، الموسم الاول والموسم الثاني. انا متحمس ليها جدا، ونسبة تحمسي ليها من التريلر دي 10 من 10 حرفيا. يا ريت لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم المراجعة بتاعة الحلقة الثامنة. اشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية، وسلام.